الزواويون أو الزواف فرقة أو وحدة عسكرية من المشاة أسسها الجنرال الفرنسي كلوزيل في أكتوبر 1830 بالجزائر. عناصرها تكونت من مجندين فرنسيين وأوروبيين بالإضافة إلى بضع مئات من المجندين من منطقة القبائل زواوا لبراعتهم في الرماية والقتال، ومنها اكتسبت هذه التسمية الزواف أسوة بما فعل الأتراك من قبلهم إلى غاية سنة 1820. ثم سرعان ما وسع الفرنسيون التسمية بعد ضم أعداد كبيرة من المجندين العرب والسود والمتطوعين الأوروبيين في الجزائر والمغرب والسنغال وكل مستعمرات فرنسا، حتى صار الزواويون القبائل قلة قليلة إلى أن يختفوا تماما بين صفوفهم، حيث ودع أغلبية الزواف الجزائريون خدمة فرنسا سنة 1841 وانضموا إلى مقاومة الأمير عبد القادر الذي استفاد من خبرتهم وشكل منهم جيشا نظاميا قاوم به المحتل لسنوات طويلة. تكونت الكتيبتين الأولى والثانية في الجزائر العاصمة بعد سقوطها من عناصر أوروبية ونسبة قليلة من القبائليين الزواوا، بينما تكونت الكتيبة الثالثة في وهران سنة 1835، ليتوالى بعد ذلك تشكيل الكتائب في مختلف المناطق داخل الجزائر وخارجها. كان المنخرطون يفرض عليهم لباسا موحدا بألوان علم فرنسا على الطراز القبائلي المعروف بالسراويل الفضفاضة في منطقة العورة، ومنها جاءت تسميتها لدى الإيطاليين بونتالوني الازوافا، ويجبرون كذلك على حلق رؤوسهم مع وضع عمامة بيضاء وحمراء. أما السلاح فيتمثل في السيف والبندقية. شارك الزواف أو الزواويون في كل حروب فرنسا أثناء احتلالها للجزائر، وقد أبهرت عقول القادة الفرنسيين وأصبحت دائما تتقدم صفوف الجيش الفرنسي. أول مشاركة لهم كانت في حرب القرم ضد روسيا بين عامي 1853 إلى 1856 ميلادية، وفي الحرب الأهلية الأمريكية، وفي الحملة الفرنسية ضد إيطاليا سنة 1859 ميلادية، وفي الحرب ضد المكسيك بين عامي 1862 إلى 1867 ميلادية، وفي الحرب ضد بروسيا عام 1870، وفي الحملة على تونكين بفيتنام أثناء الحرب الصينية الفرنسية سنة 1885، وحرب الريف بالمغرب الأقصى، بالإضافة إلى الحرب العالمية الأولى والثانية في شمال إفريقيا، وفي حرب سوريا. وكثيرا ما ثارت هذه القوات ضد الفرنسيين، حيث رفض هؤلاء الزواويون الدخول في حروب لا تعنيهم، زيادة على التمييز الحاصل بينهم وبين الجنود الفرنسيين، ذلك أن أغلبهم التحق مرغما نتيجة الفقر والحرمان، خصوصا بعد مجاعات ستينات القرن التاسع عشر. وربما كانت هذه الأسباب هي التي دفعت فرنسا إلى الاستغناء تدريجيا عن العناصر غير الفرنسية، خاصة الجزائريين منهم، حتى أصبحت الأفواج المتأخرة فرنسية خالصة، ولكنها احتفظت بنفس التسمية. وبعد هذا فإنه لمن المستغرب أن ينبش بعض العنصريين والمغرضين في الماضي البغيض للاستعمار الفرنسي للبحث عن هذا الاسم الذي صار علامة مسجلة لتشويه سمعة شطر كبير من مكونات الدولة الجزائرية وشعبها، بسبب حفنة لا تتعدى في مجموعها بضع مئات من المجندين القبائل، إلى جانب غالبية ساحقة من مجندين من كل الجنسيات والأعراق، بينهم عرب وكراغلة وأندلسيين وأفارقة وأوروبيين، دفعهم الفقر والحرمان والجهل للاسترزاق بالجيش الفرنسي إبان الاحتلال، وتناسوا كل ما قدمته منطقة القبائل وضحت به أكثر مما قدمت أو ضحت به أي منطقة جزائرية أخرى في مسلسل طويل من المقاومات الشعبية والبطولات الأسطورية للقبائليين لا يسع المقام لحصرها، ونكتفي بالإشارة فقط إلى بعض منها،
بداية من معركة اسطوالي دفاعا عن العاصمة بحوالي 18,000 مقاتل قبائلي، ثم إلى مقاومة أحمد بن زعموم الفليسي وسيد السعد مباشرة بعد سقوط العاصمة بأيام قليلة. وثورة السي أحمد الطيب بن سالم وسي محمد الهاشمي والسي الجودي خلفاء الأمير عبد القادر على منطقة القبائل، وثورة البطلة للفت منسومر وبو بغلاء إلى ثورة المقران والشيخ الحداد، كلهم من أبناء الزوايا في بلاد الزوايا الذين قاوموا فرنسا بروح جهادية خالصة قل نظيرها، باعتبار ذلك واجبا وطنيا وفرضا دينيا أملته الشريعة الإسلامية ضد كل محتل ومعتدي من بداية الاحتلال حتى الاستقلال، مرورا بالحركة الوطنية التي كان من يسمونهم بالزواف هم طليعة المناضلين والزعماء السياسيين ورؤساء الأحزاب، وكذا مبادرين في مختلف الأنشطة الإسلامية الإصلاحية والرياضية والثقافية كنوع من المقاومة السلمية للاستعمار، إلى غاية اندلاع الثورة التحريرية التي لعبت فيها منطقة القبائل دورا محوريا لا ينكره إلا جاحد أو حاقد، خاصة بعد انعقاد مؤتمر الصمام بها، وقد اختيرت المنطقة بعينها لقلة الخيانة بين سكانها، فتمخضت عنه قرارات شكلت منعطفا مصيريا للثورة بإعادة تنظيمها وهيكلتها، مما أدى إلى الانتصار وتحقيق الاستقلال. وما كان ليحدث هذا لولا هؤلاء الثلة من مجاهدي جرجر والصمام الأسود البواسل الذين دوخوا فرنسا وروعوا قادتها وأرغموها على الاستسلام، من بينهم على سبيل المثال لا الحصر حسين أيت أحمد، عبان رمضان، ديدوش مراد، كريم بالقاسم، العقيدان عميروش ومحمد الحاج، عبد الرحمن ميرا، أعمر عمران، محمد زعموم، علي ملاح، ومليك قايد، وغيرهم من صفوة أبناء المنطقة، ناهيك عن مئات الآلاف أو الملايين من الشهداء البسطاء عليهم رحمة الله. فكيف تجرأ هؤلاء الذباب والعنصريين بوصف الأبطال بالزواف؟ للتذكير فإن الزواف ليست هي الفرقة العسكرية الوحيدة التي أنشأها الاستعمار الفرنسي من الأهالي لتكون عونا لها في احتلال كامل التراب الجزائري، بل أنشأ فرقا ووحدات أخرى من المتحالفين في مناطق مختلفة من الوطن، أمثال فرقة الخيال المعروفة بالصبايحية التي كانت متواجدة أيام الأتراك العثمانيين، وفرقة المهاريست أو الجمالة المتكونة من جنود ينتطون الجمال لتقديم يد العون على احتلال المناطق الصحراوية الوعرة قبل انتشار السيارات والقطارات، وكذلك فرقة القومية التي شكلتها فرنسا في السنوات الأولى للاحتلال على يد الجنرال الخائن مصطفى بن إسماعيل، وقد منحته فرنسا هذه الدرجة نظير خيانته وتعاونه معهم، إذ كون فرقة القومية من أبناء قبيلتي الدوير والزمالة الواقعة في سهول مليطة جنوب شرقي مدينة وهران بعد اتفاقية مع فرنسا سنة 1835، بالإضافة إلى فرقة القناصة الجزائريين لشاسور الجيريان، والرماة الجزائريين للتيرايور الجيريان. ومن شيوخ القبائل المتحالفين معها الشيخ فرحات بن السعيد مع أتباعه من القبائل الصحراوية في الشرق الجزائري الذين تعاونوا مع المحتل الفرنسي للقضاء على مقاومة أحمد باي بقسنطينة، وشيخ العرب البسكري محمد الصغير بن جنة الذي تعاون مع الفرنسيين ضد بن عزوز خليفة الأمير عبد القادر في منطقة ميزاب، وهو خال أحمد باي الذي كان في صفوفه ثم انقلب ضده متحالفا مع الفرنسيين. ويقول المؤرخون الفرنسيون أنه قام بقطع نحو 500 زوج من آذان المتحالفين مع خصمه بن عزوز وبعث بها إلى الجنرال غالبوا، كما ساهم في محاربة وحصار ثورة الزعاطشة، فكافأه الفرنسيون بتقليده وسام الشرف و50,000 فرنك فرنسي مقابل خيانته. وهكذا نستنتج أن الخيانة صفة دميمة كانت وستكون ملازمة لبني البشر منذ وجودهم على سطح المعمورة، وتاريخ الجزائر لا يخلو منها كسائر البلدان،
فليس للخيانة زمان ولا مكان بعينه، فمن الظلم الشديد تخصيص أي صفة آدمية قبيحة كانت أم مليحة لمجموعة معينة من البشر دون سواهم، أو لمنطقة معينة على وجه الأرض دون غيرها من المناطق. فإذا كان الزواف مجموعة تتكون من بضع مئات أو آلاف من المجندين في فرقة أنشأها الاستعمار في ظروف خاصة للوصول إلى أغراضه وسماها باسم منطقة معينة، فإنه قد أنشأ فرقا أخرى في مختلف جهات الوطن شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وبعشرات الآلاف ومئات الآلاف لنفس الغرض، للتفريق بين الجزائريين وخدمة للاستعمار. لهذا فإن ما نسمعه اليوم من جهات مشبوهة تتهم منطقة كبيرة بحجم منطقة القبائل بأكملها بالخيانة تحت اسم زواف لا هي الخيانة العظمى بذاتها، لأنهم بصدد إحياء لأساليب ومشاريع استعمارية. فأصحاب هذا النهج يسعون إلى تمزيق الوحدة الوطنية ودفع الطرف الذي يستعدونه إلى الانفصال والارتماء في حضن الأعداء، لكن هيهات أن يبلغوا مقاصدهم. فأبناء منطقة القبائل أكبر من أن تنطلي عليهم ألاعب الشيطان، فتضحياتهم الجسام وتاريخهم المجيد لا يشهد على صفاء معدنهم وصدق وطنيتهم، وإنما الخونة هم الذين يثيرون هذه الفتن بين الشعب الواحد بدل السعي لتقوية وشائج الأخوة وروح المواطنة. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو والتعليق. في أمان الله.